أوقفت السلطات الأمنية بمدينة طنجة أمس الخميس 3 أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بسرقة وتعييب منشآت ذات منفعة عامة، وهي عبارة عن أغطية حديدية لقنوات الصرف الصحي. ووفق مصدر أمني، فإن عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة البوغاز أوقفوا الأشخاص الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 30 سنة، في إطار بحث قضائي فاتحاته على خلفية سرقة مجموعة من الأغطية الحديدية لقنوات الصرف الصحي. وسجل المصدر ذاته أن الأفعال الإجرامية، التي فتح بشأنها بحث قضائي، كانت قد شكلت موضوع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف مستخدمين يعملان في شركة مناولة في مجال التطهير وهما متلبسان بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علاوة على توقيف شخص ثالث يشتبه في تورطه في حيازة الأغطية الحديدية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وجرى إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة للبحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى هؤلاء الأشخاص. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.